بسم الله الرحمن الرحيم. في اخر بارت كمان نيوتريشنال كيمستري مكملين الكلام عن اخر حاجتين ممكن نلاقيهم موجودين في الفود بتاعك. احنا اتفقنا المره اللي فاتت طالما موجودين في الفود يبقى انت معمول منهم. حاجات موجوده في جسمنا وليها اهميه كبيره. اتكلمنا عن الكربوهيدرات المره اللي فاتت وعرفنا ان الكربوهيدرات ممكن تكون شوجرز، ستارشز، كومبلكس شوجرز، بنستفيد منها في الانرجي ستورج. حاجه يمكن ما اتقالتش في الكتاب ولكن انت سمعت عنها في دراستك قبل كده، اسمها الجلايكوجين. والجلايكوجين هي الصوره اللي بتتخزن بيها الكربوهيدرات عند الهيومنز والانيمالز. زي ما البلانتس بتحب تخزن الانرجي في صوره كربوهيدرات سميناها ستارشز، يبقى البلانتس بتخزنها في صوره ستارشز. الانيمالز والهيومنز بيخزنوها في صوره جلايكوجين. ليه؟ لان الكربوهيدرات are very important source of energy، وبالتالي بنعتمد عليها دايما وبنخزنها احتياطي. طيب خد المعلومه الجايه دي. لو معايا 20 جرامز من الكربوهيدرات و20 جرامز من الضيفه الاولى في حصه النهارده وهي الفاتس، وجينا نشوف مين فيهم هيدي انرجي اكتر، مش هتكون الكربوهيدرات، هتكون الفاتس اللي هي mainly بتعتبر، اقرا الجمله الصغنونه دي: carbohydrates and fats are essential chemical substances. essential في ايه؟ because they are responsible for transporting and storing energy in living organisms. ولما اقول in living organisms انا مش بتكلم عن humans، بتكلم عن humans والانيمالز and plants. كل الكائنات الحيه بتعتمد على الكربوهيدرات، بتعتمد على الفاتس. الفاتس سورس مهم جدا للانرجي بس غلس، بيطلع انرجي اكتر بكتير من الكربوهيدرات لو كانوا ليهم ايكوال ماس، ولكن بصعوبه شويه. عشان كده بنعتبرها مخازن دائمه، مخزن لللونج تيرم، نخزن لقدام. فلما نيجي نشوف الجمال مثلا لما تحب تخزن قبل رحلتها الطويله في الصحراء، ما بتخزنش الاكل في صوره كربوهيدرات، بتخزنها في صوره ايه؟ فاتس، في الهمبس او السنام بتاعتها. دي معلومه بره الكتاب. المعلومات اللي جوه الكتاب بتقول ان الاليمنتس اللي بتتكون منها الفاتس هيها نفس الاليمنتس اللي بتتكون منها الكربوهيدرات، كربون والهيدروجين والاكسجين. ولكن على الرغم من ده ادت لنا كومباينيشنز مختلفه بتتكون من يونتس اسمها فاتي اسيدز. برضو دي معلومه بره الكتاب. فاتي اسيدز ده بيجي معاه في الكومباينيشن عشان يربطوا في بعض حاجه اسمها جليسرول. لان في الحقيقه الفاتي اسيدز كل واحد يقول لك انا كده برنس، انا تمام، انا مش عايز ارتبط بحد تاني، فيجي الجليسرول يوفق ما بينهم ويخليهم يبقوا مور كومبلكس عشان نقول عليهم فاتس. لو كانت الفاتي اسيدز دي من نوع معين ممكن تبقى من نوع تاني نسميها اويلز، ممكن يبقى ليها كومباينيشن كيميائي مختلف تماما فنسميها واكسز، وحاجات كتير قوي قوي قوي. فدي بنسميها ليبيدز. العيله الكبيره اسمها ليبيدز. اشهر ناس في العيله اسمهم فاتس. فاتس دي ممكن تلاقيها موجوده في الباتر اللي هي الزبده، ممكن الاقيها في الميت، ممكن الاقيها في الاجز، وتحديدا في الاج يولك اللي هو ايه؟ اليلو اللي هو صفر البيض. اوكي. نلاقيها في الميلك، في نوع خاص جدا من الفاتس موجود في الميلك. many types of nuts. واحنا هنا بنتكلم عن الفاتس النافعه، بنتكلم عن vegetable oils يعني الزيوت النباتيه. عاده هتلاقي الانيمالز بيخزنوا الفاتس في جسمهم في صوره سوليد اسمها فاتس، اما البلانتس بتخزن الفاتس في جسمها في صوره ليكويد بنسميها اويلز. تيجي تبص على انواع الزيت اللي موجود تلاقي زيت عباد شمس، زيت ذره، زيت زيتون، زيت خروع، كل دي بلانتس في الحقيقه. فاذا عاده الفاتس بتاعت البلانتس اسمها ايه؟ اويلز. اسمها ايه؟ اسمها اويلز. ده كلام حلو خالص. طيب طب يا مستر كده الفاتس دي حاجه حلوه ايه؟ طيب بص لي كده الله يخليك على الشكل اللي قدامك ده. الشكل اللي قدامك ده جايب لنا حته من السيركيولاتوري سيستم، وتحديدا ارتري. اللي انت شايفه باللون الاحمر هو جدران الارتري. المفروض ان البلاد بيمشي جوه الارتري ده بسرعه معينه،
وبشكل معين عشان البلاد سيركيوليشن تمشي بشكل طبيعي. الشخص اللي قدامنا ده اكله مش تمام، بياكل اكل فرايد كتير، الاكل اللي هو مقليات كتير، الاكل فيه دهون غير صحيه، بيزيد عنده نوع من الفاتس بنسميه الكوليسترول. اسمه كوليسترول. ده خطر عظيم، على الرغم من ان الفاتس مهمه بالنسبه لنا ومهمه لكل الليفنجز، الا ان في الحقيقه الشخص اللي بيزيد عنده الكوليسترول لدرجه انه يعمل اكيوميليشن على جدران الارتريز، بيهدد الشخص ده بان الارتريز يحصل لها بلوكج. والبلوكج بتاع الارتري معناه ان البلاد سيركيوليشن بتقف. يعني معنى كده ان الشخص ده الهارت هيجي يعمل بامبنج اكشن بتاعه، هيلاقي البلاد ما بيتحركش من مكانه، يحصل حاجه بتسميها البلاد كلوتنج، جلطه دمويه، يموت الشخص ده. ليه؟ لان الطبيعي ان البلاد بيمشي طبيعي، طول ما البلاد ماشي طبيعي ما بيحصلش حاجه. لكن وجود الحاجات الغريبه دي على جدران الارتري من جوه والاكيوميليشن بتاعها واحده بواحده بيعمل نفس اللي بيحصل بالظبط لما الناس دي بتحط راسها على الحيط، خراب في الحصه. فده اللي بيحصل بالظبط لما بيحصل ان الكوليسترول وهو فاتي سبستانس لما بتعمل deposition تترسب on the inside walls of arteries, their this leads to their blockage. والبلوكج معناه انسداد، والانسداد ده معناه ان البلاد سيركيليشن وقفت، يعني في خطر على الحياه. عشان كده مهم جدا بالنسبه لحضرتك انك تعرف ان الهارت ديزيزز ممكن تحصل كنتيجه لحاجات كتير. مش شرط فيها ان الشخص يكون مدخن، مش شرط فيها انه يكون بني ادم مثلا له عفوا يعني ممكن يكون بيشرب كحوليات او حاجه، لان بعض الناس متخيله ان الهارت ديزيزز مرتبطه بالحاجات دي بس. لا، ده ممكن يبقى بني ادم بيحب الاكل وعكاك فيه شويتين. وبناء عليه لازم نبقى عارفين كويس ان انا لو عايز احمي نفسي من المخاطر دي مفيش غير سكه واحده. السكه دي انت هتعمل فيها ريدكشن للانتيك اوف فاتس اند فرايد فودز. اخواتنا بقى وحبايبنا اللي بيفطروا كل يوم من عند الجعان، اللي بيتعشوا كل يوم شاورما، الناس بقى اللي غرقانه تعشق كده الحياه في الاستريبس واللازم منه، الف مليون مبروك. لو كملت على السكه دي كوليسترولك هيعلى وهتتكل على الله. انا اسف ان انا بقول الكلام ده بكل صراحه كده، وانا عارف ان الدايت بتاعك زي الزفت، عارف ان نظامك في الاكل وحش وما يعجبش. exercise regularly، عارف ان الكلام عن ممارسه الرياضه بقى حاجه عيب. انا عارف ان انا بتكلم في كلام قد يبدو بالنسبه لك غريب، بس في الحقيقه شويه الحركات اللي بتقف تعملها اللي انت ما بترضاش تعملها في اللاين الصبح لانك كاريزما ما انتش عايز تتحرك وتحرك جسمك، شويه دول ممكن يحموا جسمك من مخاطر ان الكوليسترول يعمل ديبوزيشن على الارتريز وولز فروم انسايد. شويه الحركه البسيطه اللي احنا بنقول لك اعملهم كل يوم، ربع ساعه قبل ما تبدا يومك، ممكن يكونوا هم اللي بينقذوا حياتك في يوم كانت في اكله بالليل سبب في ان الكوليسترول عندك في الدم يعلى، وبالتالي حضرتك ماشي وشايل شنطتك وما انتش عارف ان في خطر عمال يحصل واحده بواحده وانت ما انتش حاسس بحاجه. وللاسف لما الخطر ده هيحصل انت حرفيا مش هتحس بحاجه، لان الهارت ديزيز. يبقى الوقايه خير من العلاج. يبقى اقلل الانتيك بتاع الاكل اللي فيه فاتس كتير وادور على الفاتس الصحيه. اعمل ايه كمان؟ اعمل اكسرسايز ريجولرلي، والاكسرسايز انا مقصود بيه ممارسه الرياضه. drinking plenty of water، اشرب ميه كتير. وللمره الثانيه والثالثه والعشره، عارف ان ممكن اكون قلت دلوقتي حالا جمله انت لما جيت تفكر في دماغك انت اخر مره شربت فيها كوبايه ميه امتى انت ما انتش فاكر، بس في الحقيقه شربك للميه الكتير بيحافظ على الفلو الطبيعي بتاع الدم، وبيسهل فرصه ان الدم يتخلص من اي مصايب موجوده جواه، لان اي مصايب موجوده في الدم بتتحرك مع الميه عشان تخرج بره الجسم
بما فيها الفاتس اللي بنقول عليها انها maybe تتعامل ب او ممكن معاملتها بشويه انزيمز كده طبيعيه فالجسم يعالج نفسه. يا رب يكون كل الناس اللي حاضرين معانا بيقضوا وقت لطيف ولذيذ. نتمنى ان احنا ما نكونش دمنا تقيل على حد، بس احنا لسه مكملين في الحصه شويه فنستحمل بعض. دلوقتي انا عايز اعمل ديتكشن للفاتس اللي موجوده في اكلي. اعمل ايه؟ هنستخدم حاجه اسمها سودان 4 سولوشن. ده رقم 4 ما اسمهاش اي في. ده نمبر 4 باللاتين نمبرز. ده ريد اورنج سودان 4 سولوشن. عايزين نكشف عن وجود الفاتس، رحنا جبناه. عملنا سيباريشن للايج يلو اللي هو اليولك which is rich in fats. فصلناه عن الالبيومين اللي هو الايج وايت، بياض البيض وصفار البيض. ده كان زمان وانت طفل صغنون. دلوقتي بقى اسمه ايج يولك وايج البيومين. اليولك هو الفاتس والالبيومين هي البروتينز، هنبقى نرجع لها كمان شويه. فصلنا ده عن ده، حطينا اليولك ده in distilled water وبدأنا نعمل stirring to make a mixture. احنا مش رايحين نعمل بيض اومليت، احنا رايحين نكشف عن الفاتس. ما تنساش الهدف اللي احنا رايحينه. عملنا stirring وحطينا 10 مللي of Sudan 4 solution ل 10 مللي of the previous mixture. اخد 10 مللي من ده واسحبهم واحطهم في تيست تيوب، واخد 10 مللي من السودان 4 ريجنت واحطهم فوقيه، وابدا اعمل ايه؟ شيكينج. يبقى في الخطوه اللي فاتت عملت ستيرنج. يعني ايه ستيرنج؟ قلبت. الخطوه الثانيه عملت شيكينج. يعني ايه؟ يعني رجيت. حلو الكلام ده قوي. سخنا؟ ما حصلش. عملنا ووتر باث؟ ابدا. محتاجين نعمل ايه؟ ولا اي حاجه. سيب سودان 4 ريجنت يتعامل. سودان 4 ريجنت او سولوشن هو عباره عن ماده كيميائيه بتعرف تعمل رياكشن يفصل الفاتي اسيدز عن الجليسرول، وبالتالي يبدا يفك الفاتس دي خالص ويبدا يطلعها على السيرفس من فوق. فلما هتبص بعد شويه ثواني معدوده هتبدا تلاقي ان في طبقه اتكونت فوق كده، طبقه مدهننه كده. لونها ايه يا مستر؟ لونها ريد اورنج. يعني اورنج غامق محمر. معايا؟ ريد اورنج يعني حاجه كده ما بين الريد والايه؟ والاورنج. حاجه زي السيمون كده يا بنات. اوكي؟ بتقول عليه سيمون؟ يلا على الله ان شاء الله. اذا Sudan 4 reagent solution gives a red orange color on the surfaces of mixtures which contain ايه؟ which contain fats. اذا في شركه منتجات غذائيه قالت لنا ان اللبن ده خالي الدسم، وانا راجل بشتغل كواليتي كنترول وعايز اعرف هو خالي الدسم ولا لا. يعني ايه دسم اصلا؟ يعني فاتس. اروح اسحب عينه منه احط عليها السودان 4 سولوشن، ان اتكون لي الكالر الريد اورنج ده اعرف على طول ان الشركه دي كدابين وان المنتج بتاعهم ولا خالي الدسم ولا نيله، ده مليان فاتس، وبالتالي بقى منتج مضر وخطر على حياتنا. عشان كده احنا بنروح النهارده نسمع الناس وهي بتطلب الاوردرز بتاعتهم في الاماكن المحترمه، الناس اللي بتخاف على صحتها، تلاقيه يقول لك سكيمد ميلك. يعني ايه سكيمد ميلك؟ يعني خالي الدسم. اشمعنى سكيمد ميلك؟ خايفين على صحتهم يا باشا. من ايه؟ من الفاتس. لان الفاتس زي ما ليها اهميات زيها زي كل حاجه ممكن تقلب بايه؟ بمصايب. والهارت ديزيزز ما فيهاش معلش. الهارت ديزيزز ما فيهاش معلش دي يا باشا، يعني مع الف سلامه والقلب داعي لك. باقي لنا مين؟ باقي لنا البروتينز. مستر ده شكلها كتير دي. ابدا، ده كلمتين واقلب. هنعرف يعني ايه بروتينز؟ بروتينز يعني كومبلكس موليكيولز
موجوده في جسمنا وموجوده في اكلنا، بتتكون من كربون وهيدروجين واكسجين وعليهم نيتروجين، واحتمال نلاقي فوسفورس. اللي لما تبص على البروتينز هتلاقيها زيها زي غيرها من الحاجات اللي اتكلمنا عنها، كربوهيدراتس والفاتس، اورجانيك كومباوندز، بتتكون من يونتس صغيره المره دي اسمها امينو اسيدز او امينو اسيدز، عشان عشاق الجيم ومصطلحات الجيم بيقولوها امينو اسيدز اور امينو اسيدز. انا بحب اقولها امينو اسيدز خلاص، والنطقين صح على فكره، لما تسمعوا من النيتيفز هتسمعها امينو اسيدز او امينو اسيدز. طيب عشان ما نتكلمش في تفاصيل كتير، الامينو اسيدز يا جماعه زيها زي المونوساكرايد، تركب اتنين منهم مع بعض يعمل لك حاجه اسمها داي بيبتايد، تركب اكتر من كده يعمل لك حاجه اسمها بولي بيبتايد، تركب كتير مع بعض يعمل لك حاجه اسمها ايه؟ يعمل لك حاجه اسمها بروتين. حركوا الكراسي بتاعتكم شويه، حرك الكرسي بتاعك شويه، انا مش هعرف اعطل الحصه عن كده، مش هعرف اعطل الحصه، سيبها تغرق وخلاص، امرنا لله. الخلاصه، الكلام هنا بقى مختلف تماما عن الفاتس. ليه؟ لان الفاتس are insoluble in water، انما الامينو اسيدز are soluble in ايه؟ in water، ودي معلومه مهمه جدا جدا جدا. اوكي، ممكن الاقي elements ثانيه مع الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين، والله دول الاساسيين. بس ان جيت مثلا، ركزي يا صاحبتي، ركزي وافتكري اللي هي قالته لك من 30 ثانيه، يلا بينا. كربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين في حاله الملك مثلا بيدخل معاهم بروتين فوسفورس، في حاله البلاد بتاعنا بيدخل فيهم ايرن، في حاله هرمون بيطلع من الثيرويد جلاند بيدخل معاهم ايودين، حاجات كتير. فممكن نلاقي المنتس تانيين غير مين ومين ومين، غير الكربون والهيدروجين والاكسجين والايه، بس دول الاساسيين، كربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين، دول اللي بيدخلوا بشكل اساسي في تكوين الامينو اسيد. ما بعد ذلك حاجات اكسترا بقى، زيادات، اضافات، زي ما تطلب فطيره حلوه كده وتقول له عايزها باكسترا تشيز، او عايز احط لها مشروم، او عايز اطلب تشيز كيك معاها. هل دي من مكونات الفطيره؟ لا، دي حاجه انت اللي طالبها زياده. فاذا عشان اعمل حاجات كومباينيشنز كتير بتدخل اليمنتس كتير، واحيانا يا اولاد، والمعلومه دي ليك انت برضه، ممكن ما يبقاش اليمنت، ممكن يبقى كومباوند، زي في حاله تركيب الكروموسومز اللي جوه السيلز بتاعتنا، بيدخل مع البروتين حاجه اسمها دي ان اي عشان يعملوا لنا حاجه اسمها الكروموزوم. دي معلومه انت كده كده هتقابلها بعدين. طيب ركز معايا، الاقي البروتين ده فين؟ ميت تاني، اللحمه تاني، بس خلي بالك هو هنا بيتكلم عن مين؟ عن الريد ميت والوايت ميت يا مستر. مش عارف انت الحتت اللي بتبقى اهي دي فاتس، بقيه الميت بتبقى بروتين. اللي يقول انا عايز اكل لحمه بس تكون كلها حمراء ما فيهاش اللون الابيض، طالما ما فيهاش اللون الابيض يبقى ما فيهاش فاتس، يبقى فيها ايه؟ بروتينز بس، او فيها بروتينز اكتر بكتير. الوايت ميت طبعا زي التشيكن، زي الفيش، عندنا الايجز، بس احنا هنا مش بنتكلم عن اليولك، بنتكلم عن الالبيومين اللي هو الجزء الثاني. الميلك والدايريز اللي هي منتجات الالبان، الميلك بقى بالزبادي بالجبن باللازم منه، كل ده مليان ايه؟ مليان بروتين. بس كمان ما بيني وبينك يعني، لو الجبنه دي معموله بطريقه غير اللي كنا بنعمل بيها زمان عندنا في الفلاحين، ما يعرف بالجبنه القريش زمان، اللي هي الجبنه اللي انتوا ما بتحبوش طعمها دي، هي دي اللي فيها بروتين. ما دون ذلك بيبقى فيها فاتس كتير برضه، بدليل الجبنه الرومه لما تروح تسيحها بتلاقي نازل منها زيت. الزيت ده عباره عن ايه؟ عباره عن فاتس. برافو عليك. الليجيومز اللي هي البقوليات، ايه ده؟ فاصوليا؟ ايه ده؟ لوبيا؟ ايه ده؟ فول؟ انا مش هاكل الكلام ده. ليه؟ يا ابني ده مليان بروتينز، وبروتينز جميله ومفيده كمان. المشكله مش في الفول يا حماده، المشكله في مين؟ المشكله فيك انت بالظبط، عشان انت بتحب الزيت يبقى كتير وبتعمل لغوص كده، فالمشكله في الفاتس مش في البروتينز. الناتس اللي هي المكسرات، بعض انواعها ممكن يبقى غني جدا بالبروتينز المفيده اللي فيها امينو اسيدز جسمنا محتاج لها،
فتلاقي دكتور كبير بيقول للمريض كل مكسرات. ايه الطلب الغريب ده؟ ايه الطلب الغريب ده؟ تلاقي مثلا جدك ولا حد كبير في السن قاعد قدامه طبق مكسرات. ايه الراجل الرايق؟ ايه الراجل الرايق اللي جاب مكسرات وقاعد يا باشا؟ ده امر الطبيب. الدكتور قال له يعمل ده لان جسمه محتاج لانواع معينه من مين؟ من البروتينز، وتحديدا انواع معينه من الامينو اسيدز صحته معتمده عليها. انا مش بتكلم عن سورس اوف انرجي. البروتينز are not sources of energy. They are sources of living. لازم تدخل جسمك عشان تفضل عايش. لازم تدخل جسمك عشان شعرك وجلدك وعضلاتك والتيشوز والاورجنز بتاعت جسمك تفضل سليمه. لازم تدخل جسمك عشان جهازك المناعي يشتغل كويس. يبقى دي مش سورسز اوف انرجي بس، بتلعب فانكشنز كتير جدا 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 مهمه. السوي بينز اللي هو فول الصويا، واحنا هنا مش بنتكلم عن فول الصويا المضروب على مخلفات لحمه الفئران اللي بيتعمل منه اللانشون وغيره. انا بتكلم هنا عن الفول الصويا اللي هيستفاد منه باي شكل بقى من الاشكال الثانيه من غير ما نضرب على اي حاجه. يلا عشان ما اطولش على حضرتك، عشان عارف انت بتحبش الرغي كتير، تعالى نعرف ازاي نعمل بروتين ديتكشن. هل ينفع استخدم البنديكت ريجنت؟ لا، ده بتاع الجلوكوز. ينفع استخدم الايودين؟ لا، ده بتاع الستارش. ينفع استخدم سودان فور ريجنت؟ لا، ده بتاع الفاتس. يبقى لازم استخدم ريجنت جديد. اللي عمل ده ساينتست اسمه بيورات، فسمينا الريجنت باسمه بيورات ريجنت. ده لونه بلو. هنروح نجيب الايج وايت ونفصله عن الايج يولك. احنا عملنا ده في التجربه اللي فاتت، خدنا الايج يولك وجربنا عليه. خلاص ارمي الايج يولك بقى ده خلاص. تعالى بقى هات لي الالبيومين اللي هو الايج وايتس، وتعالى نحط على البورشن من الايج وايت ده which is rich in protein. حطيناه في تيست تيوب ورحنا حاطين عليه فيو دروبس، نقط قليله جدا من البيورات ريجنت. شوف ايه اللي حصل بعد شويه. لازم نعمل شيكينج. اسمع الكلمه اللي جايه دي، شيكينج جنتلي. يعني ايه شيكينج جنتلي؟ يعني فاكر كنا بنتعافى ازاي واحنا بنعمل شيكينج في التجربه اللي فاتت؟ لا، الشيكينج المره دي لازم يبقى ايه؟ بالراحه خالص، بلطف كده، بالراحه وبشويش. اللون هيبدا مع الوقت يتحول للون فايولت تحفه جميل جدا، عشان يقول لنا بكل وضوح ان البيورات سولوشن هو الماده الكيميائيه المناسبه عشان تعمل لنا ديتكشن للبروتينز، لان الكالر بتاعها changes from a lovely blue color to a more lovely violet color، عشان يقول لك انها مليانه بروتينز. صعب الكلام ده؟ كلام جميل ولطيف. وانا على الجروب عشان انتوا شطار النهارده هبعت لحضرتك بعد ما اطلع من الحصه على طول، بعد ما اقول الكلمتين دول يعني هبعت لك فيديو جميل فيه ديتكشن بتاع الكربوهيدرات وبتاع الستارشز وبتاع الجلوكوز والستارشز وبتاع الفاتس وبتاع البروتينز. تتفرج عليهم في المعمل بيحصل فيهم ايه، وتشوف الايه الكلام اللي قلناه ده تشوفه عملي. طيب مستر، انا بتعلم عن البروتينز ليه؟ قلت لك من شويه صحيح احنا ما بنتعاملش مع البروتينز على انها sources of energy، ولكن they are involved in building muscles and repairing and growing damaged cells. يعني خلايا جسمك الجديده اللي انت محتاج تكونها وانت بتعمل جروث، عضلاتك اللي بتتكون دلوقتي وبتكبر، والاورجنز بتاعت جسمك كلها محتاجه للبروتينز دي. فلو اكلك ما فيهوش بروتين انا بقول اخر كلمتين. نمبر 2 يا ابني، use the information of enzymes that act as catalysts. ايه الكاتاليستس دي؟ وايه اهميتها يعني؟ وايه البروتينز دي؟ افتحوا لهم يا جماعه. وبلغ اولياء امورهم انهم مش الانزيمز هي اللي ماشيه كل الكيميكال رياكشنز اللي في جسمك. ازاي بقى؟ يعني هي الكيميكال رياكشنز دي مش هتحصل؟ لا هتحصل، بس الرياكشن الواحد منهم ممكن ياخد له شهر عشان يحصل. الكاتاليست او الانزيم بيعمل ايه؟ بيعمل سبيدنج اب للرياكشن، بيخليه ينجز.
يعني هديك اكزامبل سريع. دلوقتي انا اكلت وجبه، الوجبه دي عشان ناخدها المعمل بتاعنا ونقعد نهضمها في المعمل كيميائيا هتاخد لها شهر، شهر ونص كده. دي وجبه واحده. انت الدايجستيف سيستم بتاعك بينجز الموضوع كله من ساعتين ل4 ساعات. السرعه دي، ايه الفرق الرهيب في السرعه ده؟ الفضل هنا بيرجع لمين؟ للانزيم اللي شغلتها هنا بما انها بروتينز طبيعيه جسمنا بيكونها، انها تشتغل شغل ماده كيميائيه اسمها الكاتاليست. وده بيعمل ايه؟ بيسرع الرياكشنز وبالتالي انت تستفيد. كمان قلنا مهمه للانتي بوديز اللي هي الاجسام المضاده اللي جسمنا بيكونها to support the immune system against disease causing microbes. الاجسام المضاده اللي جسمنا وجهاز المناعه بتاعنا بيكونها عشان يهاجم بيها الميكروبز المسببه للامراض المعديه، لان في امراض معديه وامراض مش معديه. خلاص، فالامراض المعديه بيبقى سببها حاجه اسمها ميكروبز، اتكلمنا عنها قبل كده. قلنا ان الميكروبز دي بنحاربها بحاجه اسمها انتي ايه؟ انتي بوديز. اسمها انتي ايه؟ انتي بوديز. حلو. ايه البنفيتس اوف بروتينز اللي موجوده في الاندستري، اللي موجوده في الصناعه؟ قال لك مثلا اول واحده فيهم الاكستراكشن اوف جيلاتين. الجيلاتين واحد، لو انت رحت تشتري 20 منتج من السوبر ماركت ممكن تلاقي الجيلاتين داخل في تكوين 19 منه، بلا مبالغه. يبقى جرب كده تبص على مكونات المنتجات اللي انتوا اشتريتوها من الماركت بعد ما تروح البيت، اتفرج بس على المكونات كده. واحد من اهمهم هو مين؟ الجيلاتين. خصوصا ان احنا بنلاقيه متوفر جدا في الانيمال بونز والانيمال سكينز. ففي الحقيقه ده من الحاجات المهمه جدا في الفود اندستري. نمبر 2، برودكشن اوف انسولين. انسولين، انا فاكر الانسولين ده جبنا سيرته باين الحصه اللي فاتت. مش ده بتاع الدايابيتس يا مستر؟ مش ده بتاع البنكرياس اللي لما بينقص بيعمل لنا دايابيتس؟ ايوه هو. قال لا. طب والبرودكشن اوف انسولين ماله بالموضوع؟ ما انا هقول لك اصلا الانسولين ده لقيناه بروتين. لقيناه عباره عن ايه؟ بروتين. لما رحنا نشوفه كيميائيا ونحلله لقيناه عباره عن ايه؟ بروتين. البروتين ده مهم جدا لتنظيم الكربوهيدرات. بنعمل النهارده حاجه اسمها جيناتيك انجينيرنج، هندسه وراثيه. الهندسه الوراثيه دي بنعمل بيها ايه يا بنات؟ بنروح نجيب بكتيريايه نحط لها جين يخليها تصنع انسولين، تنتج بروتين الانسولين. نشغل البكتيريا عندنا يعني. البكتيريا فيها ميزه خطيره. ايه الميزه اللي عند البكتيريا؟ انها بتعمل اي حاجه طالما الحاجه دي ليها دي ان. ففي الجيناتيك انجينيرنج بناخد جين، يعني حته دي ان صغيره من عند الانسان نحطها للبكتيريا ونأكل البكتيريا وندلع البكتيريا. بكتيريا بتعمل ريبرودكشن بسرعه وتنتج مع كمياتها الكبيره كميات كبيره من مين؟ من الانسولين. نجيب احنا البكتيريا دي ناخد منها الانسولين نعبيه في ازايز نبيعه في الصيدليات، فمريض الدايابيتس يلاقي الانسولين متوفر في كل حته. ده انجاز ولا مش انجاز؟ عرفنا ان الانسولين بروتين وعرفنا نصنعه ازاي بحاجه اسمها الجيناتيك انجينيرنج. دي بتساعد في التريتمنت بتاعه الدايابيتس اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. اخر حاجه، ما تيجي تشوف اعلان زي اعلان برسيل ولا اريال ولا اي منتج من منتجات ديترجنتس. ايه الديترجنتس دي اللي هي ايه؟ يعني ايه ديترجنت؟ او اللوندري ديترجنتس اللي هي ايه؟ المساحيق بتاعت الغسيل بالظبط كده. تلاقي يا اخويا في اعلان برسيل يقول لك مزود بالانزيمات الفعاله والحبيبات الزرقاء. ايه الحبيبات الزرقاء دي فيها ايه؟ فيها انزيم. ايه؟ فيها انزيم. مش احنا صنعنا الانسولين بالاعتماد على البكتيريا؟ شغلنا البكتيريا خليناها تصنع لنا انزيمز وخدناها حطيناها على مساحيق الغسيل. هو يا مستر ده يعني ايه؟ يا ابني مش احنا دلوقتي واحنا قاعدين ناكل الشاورما والرومي اللي كان بيسقط علينا زيت، خدنا الحاجات دي حاولنا نغسلها في المدرسه، لقينا انها ما بتطلعش بالميه لانها اصلا النهارده عرفنا انها فاتس، والفاتس ما بتدوبش في الميه. حلو. فدي بقت بقعه ما بتطلعش، في حين ان احنا في جسمنا انزيمز عندها القدره على انها تكسر الفاتس وتخلي اللي ما بيدوبش في الميه يدوب. عملنا ايه؟ شغلنا البكتيريا عندنا
خليناها تصنع الانزيمز اللي بتقدر تكسر الدهون وحطيناها في المسحوق. فانت حضرتك تحط المسحوق على الميه على الهدوم اللي بايظه، تطلع الهدوم تلاقي البقعه راحت. بفضل مين؟ بفضل الانزيمز اللي هي اصلا بروتينز، اللي هي اصلا ايه؟ بروتينز، مش اصلا بكتيريا. احنا استخدمنا البكتيريا عشان تصنع لنا بروتين. اتفقنا؟ في حاجه اسمها سميناها جيناتيك ايه؟ انجينيرنج. يا جماعه الجيناتيك انجينيرنج دي حدوته كبيره، بس اللي انت محتاج تعرفه عنها ان احنا بنحط جين معين للبكتيريا، تقوم البكتيريا مصنعه لنا بروتين معين، بس كده، دي كفايه عليه. الجيناتيك انجينيرنج احنا حطينا جين مش بتاع البكتيريا، جين بتاعنا، جين بتاع نبات، جين بتاع حيوان، بهدف تصنيع نوع معين من انواع البروتينز ليه فايده للانسان. فهمنا؟ صعب الدرس؟ مهم الدرس ده، يعتبر اسهل درس في اليونت، بس معلوماته كتير، وهيبقى له نصيب كبير من امتحان الترم. خلي بالك من المعلومه دي عشان المعلومه دي معلومه خطيره. هيبقى له نصيب كبير من اليونت دي في امتحان الترم، فلازم ياخد حقه في الاهتمام. عشان كده انت بكره عندك امتحان عليه هنا، مش اونلاين. هنا انت ما امتحنتش هنا خالص في شهر نوفمبر. تعالى لي بقى في ديسمبر عشان هنمتحن كتير، وهتحضر حصص هنا وحصص اونلاين، وهيبقى في حدوته كبيره قوي. جاهز؟ اهلا وسهلا بيك. مش جاهز؟ ما تدفعش فلوس الشهر ده وروح استخبى في زحمه اي حد تاني غيري. شهر 12 عندنا هيبقى موت، هيبقى شغل كتير، والكلام ده بيتسجل وعهد ما بيني وما بينك. اونلاين اوفلاين، هتيجي تمتحن، همتحنك في البيت، همتحنك هنا، لازم تبقى شغال معايا. باقي لي 2 يونتس 4 ليسونز عايز انهيهم قبل يناير الجاي. ساعدني، تشتغل معايا وليك عليا، واقسم لك بشرفي ما حد هيفهم التو يونتس دول زي ما انت فهمتهم. ودي برضو كلمتين انا سجلتهم وحاسبوني عليه. يعني انا هعمل اللي عليا معاك، لو سمحت، لو سمحتي اعملي اللي عليكي معايا. اتفقنا؟ شكرا جزيلا. الامتحان على الليسون ده فقط.